بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الرسالة الأولى تبكي فعلا. أنا استجمعت قوايا عشان أقدر أرد عليه. هي باسم نور الشمس، الرسالة باسم فوق نور الشمس، بس رسالة متعبة جدا جدا جدا، واما تسمعوها معايا هتحسوا بحاجة يعني ربنا يعني يسترها ان شاء الله. واحد بعت رسالة بيقول: توفيت ابنتي عن عمر 13 عام، كانت في العام الأخير لديها الكثير من الأخطاء، وكنت دايما ألومها وأحيانا أعاقبها بالضرب، إما على الصلاة أو على المذاكرة أو الإكثار من استخدام الهاتف. بعد محاولات عدة والله من الحديث معها، وكلها كانت عنيدة وغير مطيعة، كنت دايما أقول لها: أريد أن أسمع منك كلمة حاضر قبل ما أموت، وهي يا حبيبتي رحلت الأول. وأنا الآن أشعر باللوم الشديد، ولا أكاد أسامح نفسي على تعنيفها وضربها يوما ما. ماذا أفعل؟ يعني أنا طبعا ما عرفش أمسك نفسي لما قريتها الأول. أنا بقراها لكم وأنا متماسك. لما قريتها الأول ما قدرتش أمسك، لأن متخيل يعني إيه أب وبنت 13 سنة وماتت، ومش ماتت بسهولة، ده هو الأول كان بيعنفها. أنا هقول لك حاجتين لا ثالث لهم. ركز معايا كويس جدا، ان دي الرسالة دي وجعتني، فركز معايا لو سمحت. هقول لك حاجتين لا ثالث لهم. أسألك، إذا جاوبت تبقى شاطر، إيه أخطر حاجة في ديننا؟ طبعا واضح إنك من الدين الإسلامي، لأنك بتحثها على الصلاة، فواضح أنا بكلم واحد مسلم. إيه أخطر حاجة في الدين الإسلامي؟ مش هتعرف والله. أنا بعمري ده قعدت أفكر إيه أخطر حاجة في ديننا. اللي ما بيصليش، ولا ما بيصومش، ولا اللي ما حجش، ولا اللي معاه فلوس ما طلعش الزكاة، ولا اللي ضرب بنته، ولا اللي عق أمه وأبوه. إيه أخطر حاجة في ديننا؟ النية هي اللي هتحاسب عليه. أنا هقول لك كم حاجة كده، بس ركز معايا بقى، لأن الرسالة دي تستحق حلقة كاملة، بس ركز معايا. الرسول عليه الصلاة والسلام توفى يوم اتنين. جه يوم الجمعة، مين اللي هيخطب الجمعة؟ مين عنده الجرأة يقف على منبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا سيدنا أبو بكر قدر، ولا سيدنا علي قدر، ولا سيدنا عثمان قدر، وهو أقرب الناس إلى الرسول. الوحيد اللي كان قوي جدا جسدا وقلبا وعقلا سيدنا عمر هو اللي طلع على المنبر وقال خطبة الجمعة بعد وفاة الرسول. الرسول مات يوم 2 رحمة الله، يعني ربنا يرحمه هو في الجنة طبعا، وصلى الله عليه وسلم، وطلع يوم الجمعة. شوف بقى، الجمعة فاتت الثلاث والاربع والخميس، 3 أيام على وفاة أحب الناس إليه، وطلع يقول الخطبة. وكان قوي جدا جسدا وقلبا وعقلا. جسدا كان يركب الحصان من غير ما يحط رجله في الركاب، ورجله دي على الأرض يحط رجله كان طويل جدا. كان لما يقعد في المسجد يفتكروه واقف، لأنه كان. وقلبا كان قلبه جامد جدا. قبل ما يسلم سمع أخته بتقرأ سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، راح ضاربها قطع ودنها. عقلا كان يطوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جه عند مقام إبراهيم قال له: يا رسول الله عايز أصلي هنا ركعتين. قال له: ما عنديش أمر.
قبل ما يكمل الطواف كانت الآية نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، استجابة لعمر. هو اللي طلع على المنبر وقال خطبة دقائق. كان زمان ما فيش ساعة، كانوا يحسبوا الزمن بالآيات، فقال خطبة 10 آيات، يعني ما ياخدش 5 دقايق. قال: لقد قال محمد بن عبد الله حديث هو ثلثي الدين. تخيلوا، تلتين ديننا في حديث واحد. الحديث رقم 1 في صحيح البخاري، الحديث اللي مش عن عمر، بس ما دام عمر قاله يبقى اتقال. قال: لقد قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حديث هو ثلثي الدين. ايه هو الحديث؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث. احنا سنة 2023، تعال نفسر الحديث بالعلم اللي اتعلمناه. انما الاعمال بالنيات، يبقى في عمل ونية، يبقى فيش غير 4 احتمالات. 4 احتمالات ما لهمش خامس يا عم الحاج يا اللي بعت الرسالة. عمل صالح بنية صالحة، عمل صالح بنية فاسدة، عمل فاسد بنية صالحة، وعمل فاسد بنية فاسدة. مش دول ال4؟ مفيش احتمال خامس. عمل صالح بنية صالحة. انا رايح احج ليه؟ من جوه بقى، دي محدش هيعرفها الا انا وربنا سبحانه وتعالى، تقربا الى الله. عايز ادي الفريضه، لا ده انا عايز اعيدها تاني وتالت ورابع، لانها فريضه روعه. يبقى العمل صالح، محدش يقدر يتكلم على الحج، والنيه صالحه. تمام. عمل صالح بنيه فاسده، واحد رايح يصلي قدام زمايله حتى يقال عنه انه مصلي، لكن هو مش نيته مش كده خالص خالص. العمل صالح لكن النيه فاسده، نيه فاسده. مين اللي يطلع على النيه؟ الله سبحانه وتعالى. وعمل فاسد بنيه صالحه. انا كان في واحد طالع من المجاري وداخل المسجد، خبطته في كتفه. العمل فاسد لكن النيه صالحه، قلت له روح اتطهر وبعدين خش المسجد. وعمل فاسد بنيه فاسده، قعدت اوضب لواحد كارثه عشان يترفد. دول ال4 اللي احنا عايشين عليهم، ودي اللي بنصح بيهم كل واحد قبل ما تنام بالليل وانت راسك على المخده. استعرض اللي عملته طول اليوم، ان لم يكن من المجموعه الاولى استغفر ربنا عليه. ربنا لا يقبل الا عمل صالح بنيه صالحه. نيتك كانت ايه وانت بتربي بنتك؟ رائعه، نيه رائعه. عايزها تبعد عن الناس والموبايلات وتذاكر وتصلي، دي نيه فاسده. ده انت اب، ده انت ما عملتش كده تتلام. لو سبت بنتك ما تصليش تلام يوم القيامه. اوعى تحزن، القدر قدر، ربنا اختارها الى جواره خلاص. بس انت اوعى ضميرك يوجعك عشان عملت كذا وكذا وكذا. نيتك ايه؟ النية ايه وانت بتربيها؟ ده انت لو ما ربيتهاش هتتحاسب. اللي راح للرسول قال له عندي بنت، قال له تدخلك الجنة لو ربيتها كويس. قال له طب و2؟ قال له دخلوك الجنة. و3؟ المهم نربيهم كويس. ما انا عندي بنات، انا هسيب بنتي تعمل اللي هي عايزاه عشان خايف ان ربنا يزعل مني؟ لا مش هيزعل، بالعكس، هذا قضاء الله. دي النقطة الأولى اللي عايز أقولها لك. خلاص اتفقنا عليها. النقطة الثانية بقى بصبرك. لو الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد بينا كده، هنفترض طبعا، يا ريت نقابله في الجنة، يا ريت نكون إلى جواره في الجنة. لو واحد يفتخر بإيه؟ ألا يفتخر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته صلوا عليه؟ مش الآية كده؟ إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. مش يفتخر بهذا؟ ربنا والملائكة بيصلوا عليه. يا عم الحاج